عاوزة حد يقول لي الاختراع ده كان فين من زمان. استخدمنا مكانس كهربائية كتير، ولكن اللي عملته المكنسة دي اقسم لكم بربي مش موجود في اي مكنسة تانية. في تنظيف الحمام كتير منكم مستغرب ازاي مسحت الحمام بالمكنسة الكهربائية. هي المكنسة دي بتمسح مية، بتمسح الارض وبتجففها. انا عايزة اقول لك كمان ان هي بتنضف لك الارض وبتمسحها حتى لو انت مش كانسة الارض والارض حرفيا كلها طينة. مش بس كده، كمان دي بتنضف معاكي السجاد، وكمان بتنضف معاكي المراتب واي ركنة او اي صالون عندك متسخ. بس اتبعي الطريقه اللي انا هقولك عليها في الفيديو. بتشفط الميه يا جماعه كانها حرفيا مغناطيس. انت بتقفي كده والمكنسه في الارض وكل الميه بتجري عليها، بتشيل كميه اتربه، لان هي اللهم بارك 20 لتر. يعني الكيس حرفيا مش هتنضفيه بعد اول كنسه ولا تاني كنسه، بتقعد عندك كذا يوم. غير ان هي كمان فيها فلتر معالج. حرفيا هتعتبري الفيديو ده مرجع اساسي لكل استخدامات المكنسه، اللي حقيقي في منه استخدامات كتير جدا اساسا مش هتخطر على بالك. فيلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدأ مع بعض. ادي يا ستي معايا اول استخدام، دول في المطبخ عندك اللي بتكون كلها بواقي توابل او بهارات او غيره. اول حاجه هتشغلي المكنسه تشفطي كل حاجه موجوده فيها. بعد كده هتحطي اي منظف موجود عندك، وبعد كده باي سبونج هتدعكيها او السنون اللي لو ما فيهاش اتساخات بالسنون اللي نفسها اللي موجوده جوه المكنسه. وبس كده خلاص بتشفطي. احلى حاجه فيها ان هي ما بتخليش رطوبه، خصوصا في الاضلف بتاعه الخزين، علشان لو فيها رطوبه الحاجه عندنا بتسوس. هنا بتشفط لك الميه وبتجففها لك كويس جدا. الاستخدام التاني عندنا بنشيل الدراع خالص بتاعها وبنركب الجزء الرفيع ده. وتعالي كده على الشبابيك، وانا النهارده حاطه لكم كم اتربه ورمله مش موجوده اصلا في بيوتنا العاديه، ولكن عشان اوريكم اللهم بارك قوتها. الجزء الرفيع ده كمان ممكن تنضفي بيه ظهريات الركنه، او لو عندك سرير او ركن او صالون كابوتينيه فبرضه بتنضف معاكي جدا. تعالوا بقى، هنا كان عندي عمال شغالين في البيت ومبهدلين الدنيا كلها رمله وتراب مكان ما بيصبوا والكلام ده كله. كل اللي عليا بشغل المكنسه وببدا اشفط كل ده اللهم بارك. طب هل انت بتعملي حاجه تسخن منك وتقف؟ والله العظيم ابدا. كل اللي هتشوفوه النهارده ما عدا مقطعين 3 متصورين كلهم ورا بعضهم. شايفين السلالم بتبرق كده وبتلق من النظافه. تعالوا على السجاد، واكيد في بيوتنا كلنا مش هيكون عندنا كم الاتربه اللي موجوده دي، ولكن هي بفضل الله لو عندك ضعفها برضه هتشفطها لك. قد ما هتكلم في المكنسه دي والله ساعات بتصعب عليا من كتر ما انا هلكاها. تعالوا بقى اقول لكم على اكبر عيب اكتشفته في المكنسه دي، وهتقولي لي عيب. هقول لك هقول لك شفتها قوي جدا جدا. بالنسبه لي كان بيخلع لي السجاده كده في المكنسه، انا مش عارفه اعمل لها ايه، لحد ما عرفت ان انت هنا من الجزء ده بالذات تقدري ان انت تزودي او تعلي درجه الشفط بتاعتها. ففي الستاير كانت بتغلبني، كانت بتشفط حرفيا السجاده او الستاره كلها جواها. فمن الجزء اللي في الايدين ده تبداي ان انت تنزلي الحراره او تنزلي السرعه بتاعتها، خصوصا في الستاير. شايفين كم الاتربه؟ كل ده اتكنس دلوقتي في نفس اللحظه، وكل الفيديو اتصور ورا بعض. اخواتي في الله عذرا للبهدله اللي حصلت فوق الترابيزه، ولكن ما تقلقيش احنا هنبدا ننظفها. كل ما اشوف الوبره اللي بتلمها المكنسه دي او الحاجات اللي حقيقي انا ما بكونش شايفاها، والله العظيم عايزه ابوسها كده. عايزه كمان اقول ان انا جايبه المكنسه دي من البيت التركي فقط، ماليش علاقه باي صفحات تانية بتاخد الفيديو بتاعي وتعلنوا عندها على اساس ان انا مشترياه من عندها، وبعد كده يبيعوا الناس التقليد مش الاصلي. دي حاجه مش بتاعتي، تمام؟ انا جايباها من البيت التركي، واللي كلكم لما دخلتوا وشفتوا سعرها قلت ازاي فيها كل المواصفات دي يا امل وبالسعر ده؟ هل هي تقليد؟ قلت لكم لا، الراجل بيبيع بجمله الجمله، حد الشحن هو اللي بيشيله. حقيقي عمري ما شفت في اخلاق الباشمهندس اسلام، ربنا يجازيه عنا كل خير. شايفين يا جماعه الترابيزه اللي كانت مليانه بواقي اكل وتراب عملت ايه؟ طيب شايفين بقى ساعات كده ولادنا بيستهبلوا شويه، او عندنا ضيوف والدلق شويه سوائل كده على الترابيزات الخشب؟ ما تقلقيش خالص، كل اللي عليكي بتركبي الجزء ده وتبداي تشفطي اي سوائل اتدلقت على الخشب، وكمان تحطي اي ملمع ازاز، وتبداي بعد كده ان انت تلمعيها، والحاجه حرفيا بتنضف وبترجع جديده من تاني من غير تعب. واحلى حاجه فيها قوة التجفيف، اللي هي بتجفف الحاجة معاكي كويس جدا. طيب تعالوا بقى نجربها. وانا هنا كنت اول مرة بجرب، دي كانت بقعة كاكاو وكانت من امبارح. اول حاجة هتحطي المنظف بتاع المفروشات بتاعك عادي جدا، وهتبدأي ان انتي تشيلي خرطوم المكنسة من الفتحة اللي بتكون من قدام وتركبيها في ظهرية المكنسة علشان يدينا كده رذاذ الباور واحنا شغالين. بعد ما بنخلص غسيل بنبدأ نرجع الخرطوم من قدام مرة تانية، ونبدأ نشفط بيه كل الرغاوي او المية او البهدلة
البهدله اللي احنا عملناها. شايفين انا هنا بدلت الخرطوم اهو زي ما انتم شايفين. طيب نتكلم بقى عن غسيل الركن والانترهات بالجزء الصغير ده، هل هو فعلا بينظف؟ فعلا بينظف، ولكن عايز الاتساخات اللي هي لسه مثلا ايه، يعني السجاده دي مثلا ليها من العيد مثلا ما اتغسلتش لكن نطفت وبقت زي الفل، ولكن انا لو هاخدها في سجاده كبيره اكيد هتاخد معاكي وقت. طب الافضل ايه؟ ان انت بعد كده بقى تشتري لها الفرش المخصصه بتاعه السجاد. يعني المكنسه دي في اصلها بتغسل سجاد، بتغسل ركن، بتغسل كل حاجه، وليها وشوش تانية. خلاص كده انا بعد ما خلصت غسلتها بالجزء الصغير ونطفت، وهتشوفوا دلوقتي الفرق اللهم بارك. اهم حاجه بتحطي الشامبو بتاع المفروشات او السجاد عندك، بعد كده بتبداي ان انت تبدلي خرطوم المكنسه للجزء اللي بيكون في الظهريه اللي هو الباور، وبعد ما بتخلصي بترجعي الخرطوم مره تانية وتشفطي الميه. بصوا لي بقى نظافه السجاد، انا حقيقي عجبتني قوي، يعني عجبتني ما شاء الله. اي بهدله حواليكي ودي احلى حاجه عجبتني فيها، بالمكنسه برضه هتشفطي كل الميه. بس خدي بالك وانت بتمسحي وانت بتغسلي ركن او سجاد او انتريه او غيره، هتشيلي الكيس القماش اللي موجود جوه المكنسه، لان ده خاص فقط بالاتربه. لما نيجي نمسح بنشيله علشان لو سيبناه هتبقى مطيانه حضرتك، هتبقى طينه خالص. تمام. طيب نخش بقى على المراتب. هنا برضو حطيت له الشامبو بتاع المراتب او المنظف اللي انا بستخدمه، ولو حابين بقى فيديو المرتبه ينزل لوحده اكتبوا لي في التعليقات جمدان يا بنتي يا اموله ونزل لنا الفيديو. هنا حاولت ان انا اغسلها للامانه بالجزء الصغير ده، حطيت له كده سلكه المواعين، بس المرتبه اللهم بارك البقعه اللي فيها قديمه شويه، فكانت لا محتاجه ايديا اكتر من المكنسه، فانا فصلت المقطع وكملت الباقي بايديا. فلو محتاجين بقى الفيديو ده قولوا لي انزله لكم. وبعد كده بدات ان انا اشفط كميه الميه اللي انا حطيتها والصابون وكل حاجه حطيتها فوق المرتبه. احلى حاجه في الموضوع ده بالذات ان انت بتغسلي مرتبه ادلقي عليها جردل الميه، ما يهمكيش كده كده هتشفط كل اللي انت دلقتيه. هنا بعد ما شفطت الرغاوي رجعت مليتها ميه وبعد كده شفطتها مره تانية. حقيقي عجبتني جدا جدا. يا دوبك بس شغلت المروحه 10 دقايق ولا ربع ساعه عليها، فتحت الشبابيك ونشفت وبقت زي الفل. يعني كنا بنقلق الاول من غسيل المراتب علشان الميه ما تصديش السوسه اللي موجوده، لا حطي ميه واشفطي هتطلع كل حاجه معاكي جافه وزي الفل. نيجي بقى هنا بعد روتين عميق للمطبخ، وانتوا عارفين بقى المطبخ لما بنيجي ننضفه، شايفين المكنسه مبهدلاها معايا قد ايه. طبعا الارضيه ما كنتش قادره اكنس اي حاجه، خلاص انا شلت بقى الحاجات الكبيره زي الاكياس وغيره، ومليت الارضيه بتاعتي كلها ميه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدا ان انا امسحها من غير ما اكنسها ولا اي حاجه. يعني المقشه كانت انا مش عايزه اكنس. تمام. حطيت ميه وبمنتهى السهوله خلاص. طبعا ميه تكون كده سخنه من الفلتر علشان ايه ما تشميش ريحه كمكمه بعد كده، وتبداي بعد كده تشفطي بالمكنسه. بصوا لي على الارض اللي مليانه طينه يا جماعه، واتساخات المكنسه بتعمل فيها ايه. كل المقاطع اللي في الفيديو النهارده اتصورت كلها ورا بعضها، ما عدا مقطع السجاد ده كان متصور في يوم قبله. يعني ما شاء الله ما حدش يقول لي الموتور بيسخن، ما حدش يقول لي لا دي سعرها رخيص جدا ازاي بتعمل كل ده، دي اكيد تقليد مش اصلي. ما حدش يقول لي الكلام ده. المكنسه دي انا متهيألي بعد الشر بعد الشر لو باظت هغير البراند بتاعها، هجيبها هي لاني عمري ما شفت. انا جربت زي ما انتوا عارفين مكانس كتيره جدا، المكنسه دي كانت ارخصهم وكانت بتعمل حاجات ما شفتهاش في اي مكنسه قبل كده. بصوا لي بقى على الارض يا جماعه، شفتوا بقى كميه الميه. طبعا انا مسحت بقى الاول وحبيت برضو اغرق ميه تانية بشامبو بقى ارضيات، منظف ارضيات، ووريكم الرغاوي ووريكم النظافه. شايفين بتشفط الميه ازاي؟ انت بتبقي واقفه كده من المكنسه يا جماعه وتلاقي والله العظيم الميه كانها مغناطيس بتشد ناحيه المكنسه على طول، بتلمع الارض جدا، بتجفف. احلى حاجه فيها مش هتشم ريحه كمكمه، مش هتلاقي حته مثلا مبلوله وحته تانية ناشفه، لا هي بتخلي لك الارض مسطره. مجرد ما بتخلصي بتفرشي على طول، مش محتاجه تهوي المكان وراها. بصوا لي على لمعه الارضيات عامله ايه. رشي شويه ميه مع شويه حتى كلور ولا اي حاجه وامسحي الارضيه بالمكنسه دي. حقيقي تحفه جدا، مهما قعدت اتكلم في مميزاتها مش هوفيها حقها.
شويه طبخ كده اتدلقوا من العيال كده على سجاده ولا بيضايه ولا اي حاجه، عادي جدا شغلي المكنسه واشفطي، مش هتقولك لا والله عادي، هتتشفط وبمنتهى السهوله. حطيت هنا شويه كده من المنظف ملمع الازاز، وبالوش الصغير ده غسلتها وشفطت كمان مرايه. احلى حاجه فيها مفيش اي حاجه طبعت مني في الارضيه بعد ما خلصتها، لا السجاده مبلوله ان هي تبللي السيراميك، ولا ريحه كمكمه ولا اي حاجه. اتمنى حقيقي اي عروسه بتفكر تجيب مكنسه تجيب المكنسه دي، وحقيقي ان شاء الله هتدعي لي عليها. الفيديو خلص، مع السلامه.